الخطوات وصلت لباب أوضتي، والأكرة بدأت تتحرك لوحدها. في نفس الليلة كنت نايم بالعافية بعد اللي حصل في المقبرة. فجأة صحيت على صوت خطوات جاية من بره أوضتي. في الأول قلت يمكن حد في البيت، بس لما بصيت في الساعة كانت الساعة 3 الفجر. الصوت وقف قدام باب الأوضة بالظبط، وبعد ثواني سمعت صوت خبط خفيف. اتجمدت في مكاني، مقدرتش أتحرك. بصيت على أكرة الباب، لقيتها بتتحرك ببطء يمين وشمال كأن حد بيحاول يفتح الباب، بس أنا كنت قافله بالمفتاح. فضلت باصص عليه لحد ما الأكرة وقفت فجأة، وسمعت نفس الصوت الواطي، نفس الهمس اللي سمعته في المقبرة. المرة دي دورة بتيجي معانا، وفجأة المفتاح اللي في الباب لف لوحده. الباب بدأ يتفتح ببطء، ولحد النهاردة محدش صدق حكايتي، بس كل ليلة بلاقي تراب مقبرة قدام باب الأوضة.